الشامي جاستن بيبر العرب، محطم قلوب الفتيات، مغناطيس النساء، تتهاتف عليه المعجبين والمتابعات والفتيات، عدو الشباب الأول والوحيد. شو السالفة؟ السالفة باختصار إن في بنت انفصل عنها صاحبها بسبب الشامي. يعني الشامي قاعد يخرب البيوت حرفيا. يعني شفتوا كيف إحنا عندنا البنات عندنا خطافة الرجال، هذا خطاف الفتيات. أمزح لا تصدقون. طبعا الشامي هو مغني سوري طلع ترند بآخر فترة بسبب موهبته وأدائه العالي وبسبب إن الولد ناجح يعني وأغانيه حلوة. يعني خلينا نبدأ بالسالفة. السالفة باختصار إن الشامي كان مسوي حفلة بلبنان، وفجأة وهو قاعد يغني، الرجال قاعد يغني بكل بساطة وبكل سلام، فجأة يلاحظ مخلوق غريب بالجمهور قاعد يحاول يوصل له. تحسوها قاعد تتسلق جبال الألب عشان توصل لك، قاعد تحارب حرفيا. البنت قاعد يعني تتسلق على الناس. فالشامي كسرت خاطره يعني وقرر انه يطلعها على المسرح. خذي راحتك حبيبتي، خذي راحتك. خذي راحتك ما عليكي، اعتبري ان احنا مو موجودين. اللقطة هاي طلعت ترند بكل مكان، والبنت انشهرت حرفيا بسبب هاللقطة، بس عشان شنو؟ انها حضنت الشامي. بس يا عزيزي المشاهد، في شيء واحد البنت ما كانت حاسبت الحساب، اللي هو ان في شخص في حياتها البنت عندها صاحب. البنت يعني انتي مو سنجل، شكلك نسيتي. تركني صاحبي كرمال الشامي. يعني شو بعمل يا أخي؟ هاي أول مرة أسمعها. شو بعمل؟ شنو هاي؟ اللبنانية فيك هاي، لأن بالعادة تكون شو بعمل، ما بعرف أعمل معمول على نفس الوزن، عرفتوا؟ شو بعمل معمول إنه اضحكوا ما عليكم. تركني صاحبي من ورا الشامي. تركني صاحبي من ورا الشامي. تنوضح يعني هي بتوضح مسألة كونية يعني. وعادة الكلام مرتين عشان إذا ما سمعتوا المرة الأولى المرة الثانية تفهموا. تنوضح يعني نسوي توضيح. ليك حب الحنان الشامي يعني. شو يبرني ربه، يبرني الله، فديك فدا أجرك. فداك بكل بساطة يعني. فداك يعني شنو؟ هو مجرد شخص كان مرتبط فيني، شخص كنت أحبه وهو يحبني. فدا الشامي، فدا الشامي اللي بعمره ما حيعبرني أصلا. طيب والله تستاهل يعني. على الأقل سوي شوي احترام، يعني احترمي الشخص اللي بحياتك يعني. يعني ولا حاسة بالذنب ولا شيء، لا يعني لا إحساس ولا مشاعر، سفاهة. خلي أغاني الشامي تنفعها. طبعا في ناس حاليا تقول إنه كله كذب وتمثيل من البنت، يعني هي البنت متفقة مع الشامي وجماعته عشان إنهم يطلعوا ترند وكذا، ويعني إنه بس ما أتوقع بصراحة، لأن فانزات الشامي في كثير منهم نفس كذا يعني. شوفوا الفيديو. بعد ما خلصت حفلة الشامي وهو بالسيارة، اجوا معجبين يتصوروا معه. هذا تليفونك بسرعة، دخلت تيسك. يلا صوروا. هذا تحرش. ساعدوا، انقذوا الشامي قاعد يتحشون فيه. دخيل شو؟ يخرب بيتكم، يخرب بيت الجرأة يعني. على قولتهم شنو؟ إن لم تستحي افعل ما شئت فعلا. يعني اوكي تحبون الشامي بس مو دخيل. حتى هي تحسونها انصدمت، انه ما توقعتها من نفسها، انه شنو جبت العيد انا ايش قلت ها. بعدين كيف ما حد علق على الموضوع؟ لحظة كيف ما حد علق على الموضوع او ما حد ضحك؟ كل هالناس بالسيارة سمعوا دخيل. وما حد قال شيء ولا كأنهم سمعوا شيء. هو الشامي كأنه ما سمع شيء. والله يا جماعة أحس إن إحنا سمعنا غلط يعني، مو طبيعي. يمكن قالت شيء ثاني. دخيل طيبة قلبك. دخيل قلبك ما أدري. يلا بسرعة. سامي يلا باي خلاص. لا وعادتها يا جماعة. هالمرة والله ما سمعنا غلط، قالت دخيل. يا الله والله قالت ايه يعني. انا متأكدة اني ما سمعت غلط. هي قالتها مرتين عشان بالمرة الاولى اذا سمعت غلط او ما سمعت صح بدقة عالية تسمع مرة ثانية يعني. يا جماعة لا يعني سيريسلي والله بجدية، كيف الشامي ما فرط من الضحك؟ كيف الناس اللي بالسيارة ما حد علق على الموضوع؟
ولا كأنهم سمعوا شيء. شوف وجهها، شوف هذا شكل الشامي بعد ما البنت قالت له دخيل. ما أدري إذا هذا الولد عنده هو ثبات انفعالي أو هو متعود، يمكن متعود متعود على هالنوع من خلينا نقول الغزل يعني، أو إبداء الإعجاب فيه. يعني تخيلوا يا جماعة إن أنت تخيل نفسك إن أنت مغني مشهور. تخيل معي، غمض عيونك وفكر ان انت مغني مشهور. طبعا لا تزودها بالتخيل وتصير تتوهم، لان مستحيل تصير مغني مشهور، بس يلا نقول نتخيل. وقاعد بالسيارة واجوك معجبين، انت تتوقع يجوك معجبين يقولوا لك والله انا جدا من اشد المعجبين باغانيك، والله بحب اغانيك وكذا، بس لا تجيك واحدة تقول لك دخيل. يعني غير متوقع ابدا. خلينا نقول ان البنت صغيره، ويعني كم عمرها 14 15، نقول انها ما عليها عتب، بس العتب على الشخص اللي نشر الفيديو. والله يعني الواضح ان هم اللي صوروا الفيديو، اللي هم من جماعه الشامي، اللي هو ما ادري البادي جارد حقه، ما ادري منو، الناس اللي بسياره الشامي، هم اللي مصورين الفيديو، فاكيد هم اللي نشروه. ليش ينشرونه بصراحه؟ احس مو حركه حلوه يعني، بس اكيد عشان الترند يعني، عشان يبينون للناس انه شوفوا كيف مغنينا، ان الناس تقول له دخيل هاي. شوفوا كيف احنا محبوبين لهالدرجة يعني. في ناس تقول دخيل قلبك، لا الناس تقول دخيل قلبك هنا، الناس اللي تقول دخيل هنا فوق أكثر. فمستوى محبة الفانز للشامي أكثر من بقية الناس اللي يقولوا دخيل قلبك ودخيل طيبة قلبك. طبعا هاي مو أول مرة الشامي يخرب بيوت، في بيوت ثانية خربها. في فيديو انتشر لواحد يدعي ويقول إن الشامي سرق منه مرته بيوم عرسه. حبيت أحكي أنا وإنتي عن الشيء اللي ما بيرفع الراس اللي عملته معي. كيف بدك تواجه العالم؟ أخذت حبيبتي مني بيوم عرسي يا شامي، أخذت حبيبتي مني وتجرأت علي. قاعد يتكلم كأنه حافظ، يعني كأنه حافظ الكلام حفظ، كأنه قاعد يقرأ من دفتر أو قاعد يسمع. شفتوا أيام الابتدائي كيف إحنا نسمع نشيد مدري شنو؟ يعني واضح جدا إنه ما في مشاعر، ما في أي شيء، نفس الروبوت قاعد يتكلم. أكيد كذاب يعني، بس الشامي رد عليه. خلينا نشوف شو رد عليه. لما بتحكوا أي شي عني احكوا بالتفاصيل واحكوا بذمة وضمير، ماني متعود رد بس استفزني، لا تهاجموا، واضح إنه عواطفه عم تحركه بشكل خاطئ ودراماتيكي. شو يعني فهمتوا شيء؟ والله ما فهمت شيء يعني. ايه ولا لا؟ يعني يقول سرقت مرته ولا ما سرقت مرته؟ شنو هالجواب الدبلوماسي يا اخي؟ ماني متعود رد بس استفزني. طبعا كلهم يقولون نفس الكلام وكلهم يردون، كلهم ما بيحبوا انهم يردوا اصلا على هيك ناس، بس انه استفزني هاي يعني استثناء ان انا قاعد ارد. كلهم يقولون نفس الكلام وكلهم يردون. والله حالتي بعد ما شفت اللي اتهم الشامي انه سرق له حبيبته بيوم عرسه بفيديو كليب. وين؟ والله ولا فهمت شيء يعني. خلينا نشوف التعليقات. والله هذا مو نفس اللي نزل الفيديو قال الشامي سرق مرتي. شو؟ والله ما فهمتوا شيء انتو؟ توني استوعب. لحظة، توني استوعب. يما الفكرة يما. اللي ما يدري، الشامي عنده فيديو كليب لأغنية اسمها وين، وقصة الفيديو كليب إن الشامي هو يروح يغني في إحدى الأعراس، وبنص العرس يروح يسرق العروسة من العريس وياخذها معاه خلاص. قبل ما ينزل هذا الفيديو الكليب، هذا الشخص اللي هو أصلا هو نفسه هذا الشخص اللي كان بالفيديو الكليب كان يمثل دور العريس اللي انسرقت منه زوجته بالفيديو كليب. يعني قبل ما ينزل الفيديو كليب عشان يسووا بلبلة ويسووا ترند وكذا، ويعني ترويج ما قبل تنزيل الأغنية، خلوا الممثل اللي بالكليب يطلع يتكلم بكل جدية إن أنا الشامي أخذ مني مرتي وما أدري شو، كيف حتواجه العالم، ويتكلم بكل جدية وكلنا صدقنا. آخر شيء طلع عبارة عن ترويج، حركة ترويجية يعني. والله انهم جدا عباقرة بصراحة. يعني مين ما كان الشخص اللي مستلم دور الترويج هذا عند الشامي جدا عبقري بصراحة. يعني فكرة ما تخطر على بال ابليس شخصيا. انتوا ايه اهنيهم بصراحة. مشيت علينا وبقوة بعد. طيب والستوري اللي رد عليه الشامي اللي قال له انا ما احب رد بس استفزني انتوا ايه؟ طلعت كلها عبارة عن اتفاقية بينهم. لحظة، انتوا قاعد تفكرون بما افكر انا هسه صرت اشك ان البنت اللي طلعت باول الفيديو اللي تكلمت عنها انها صاحبها انفصل عنها عشان الشامي، يمكن هاي بعد تكون عبارة عن اتفاقية بينهم. هي تلاقيها البنت اصلا متفقة مع الشامي وجماعته علشان يعني يواكبوا فكرة الفيديو كليب الأغنية الجديدة اللي طلعت، يعني عشان تسوي بلبلة وكذا وترند، ويطلعوا لنا فكرة ان الشامي هو خطاف الفتيات ويسرق البنات. والله ما أدري يعني، صرت أشك بكل شيء حاليا. يعني حاليا أنا ما في شيء ممكن إنه يرجع ثقتي
الشامي والتيم حقه ما أدري. هاي شغلهم لازم يسووا كذا عشان الترويج وكذا وعشان الأغنية تطلع. ما نقدر نقول شيء، بس إنه يعني برأيي إنه مو غلط الشخص يبين حبه لفنانه المفضل. يعني إحنا كلنا عندنا أشخاص معجبين فيهم، مثلا إن كانوا مغنيين أو ممثلين أو ناس بالسوشيال ميديا، يوتيوبرز، أو حتى أنا ممكن أكون أنا يعني يمكن في ناس معجبين فيني أنا، يعني شنو يعني. بس الإعجاب هذا إله حدود يعني. أكيد بهاي تصرفات البنات اللي سووها بهاي الفيديو اللي قلت لكم عنها بصراحة غريبة يعني. يعني أوكي حبوا الشامي بس مو دخيل. يا الله، أنا بعدني مو مصدقة، بعدني أنا بالصدمة، بعدني أنا مصدومة يعني. ما أدري إيش أقول، ما أدري. قولوا لي آراءكم بالتعليقات كلها، وسووا لايك لهالفيديو عشان أصير أكمل وأنزل فيديوهات أكثر. وبس يلا باي.